لما بدخل اقعد في الكورس بيبقى نفسي التيتشر يفهم ان انا مش فاهم، بيبقى نفسي يبقى عارف ان انا مش عارف الجمله بتتعمل ازاي، بيبقى نفسي انه يستوعب ان انا بلزق الكلام في بعضه وبطلع الجمل زي ما بالفهلوه، وان انا بفهم الناس واحيانا بعرف ارد عليهم كده من عند ربنا، وان مشكلتي الاساسيه في الدنيا انا مش عارفه اتكلم. هو بيتعامل معايا على ان انا فاهم الانجليزي فبيزود لي شويه حاجات عشان انا اعرف ليه هو ده بقى اللي مخوفني من ان انا ادخل كورس تاني معاكي او مع اي حد في الدنيا. طيب ولو قلت لك ان احنا عندنا في الكورس ليفلز بتبدا من اول الحروف، بتنطقها ازاي وازاي بتعمل جمله اصلا فروم سكراتش، وازاي بتنفي وازاي بتثبت. البوينت هنا انك بتعرف ازاي تستخدمهم في التحدث. يعني اتكلم verb to be امتى، اتكلم verb to do امتى اتكلم فعل رئيسي، امتى اتكلم present simple، امتى اتكلم past، امتى اتكلم future، امتى اتكلم قاعدة F، مش امتى حلها في كتاب. اللي فارق لي وفارق للتيم بتاعي كله سواء في المنح او في الكورسات ان انت تبقى بتتكلم صح وانت فاهم انت بتتكلم ايه ليه، وده اللي هيخليك ما تبقاش خايف. لو انت شايف ان انت خلاص فرصتك راحت فانت فرصتك معايا لسه موجوده. لو انت شايف ان انت يئست وتعبت ودخلت كورسات كتير، اعتبر ان دي فرصتك الاخيره ومحاولتك الاخيره الناجحه اللي ان شاء الله هتوصلك لانك تعرف تتكلم انجليش بطلاقه. عايز تحضر معايا؟ احضر معايا في المنحه. انا هبدا يوم السبت اللي جاي اول ميعاد باذن الله الساعه 4، وفي ميعاد تاني هيبدا في بدايه الشهر يوم الجمعه الساعه 9 صباحا، ودي تكلفتها 3000 جنيه للاربع شهور. في منح تانية مع المدربين ب 1700 جنيه برضو للاربع شهور. المنح اونلاين واوف لاين تقدر او اون سايت، تقدر تيجي المكان تحضر لو انت من مصر مدينه نصر وشبرا الخيمه، وتقدر تاخد اونلاين من اي حته في العالم حرفيا، وتحول لنا تكلفه المنحه من اي حته في العالم. مفيش اي رسوم زياده، مفيش اي فيز اكسترا فيز عايز تدفع، في نظام كورسز مختلف، في برايفت، اي حاجه محتاجها احنا هنعملها، واي حاجه فعلا انت مزنوق فيها وشايف ان انت مش عارف تتكلم بسببها، حاجز خوف، حاجز نطق، ما الناس بتتريق عليك، مش عارف تعدي انترفيو، كل الحاجات دي احنا هنظبطها معاك. اعتبر ان دي الفرصه الاخيره الناجحه اللي ربنا بعتها لك، لان الفيديو ده مادام ظهر لك يبقى ما ظهرش صدفه، يبقى انت محتاجه وبتدور عليه وربنا جابه لحد عندك. ما تتجاهلوش. دايما دايما الصدف والفرص اللي بتيجي بالصدف بتبقى اكتر حاجه ربنا قاصد ينور لنا بيها الدنيا. سيب لي كومنت عشان اديك التفاصيل.